النهاردة بقى هنتكلم على أسلوب قلب الترابيزة في العلاقات. لما الغلطان يقلب عليك الترابيزة وتلاقي نفسك للأسف من مجني عليكي لمتهمة. في نوع كده مؤذي من السلوك بيحصل في العلاقات الزوجية، وكتير بنشوفه من كتر ما تعودنا عليه ما بقناش نسميه باسمه الحقيقي. النوع ده هو لما طرف بيغلط غلطة كبيرة أوي زي الكذب أو الخيانة والانسحاب أو القسوة والإهمال، لكنه بدل ما يعترف ويتحمل المسؤولية ويواجه شريكه بالحقيقة، لا يقرر بقى يخلي الطرف التاني هو اللي يتحمل الذنب كله ويقلب الترابيزة ويبدأ يتكلم بمنطق يخلي بقى الضحية تحس إن هي السبب، وتحس بتأنيب ضمير فظيع على كل حاجة ما عملتهاش، وتحس إنها لازم تعتذر وهي اللي كانت موجوعة أصلا. واللي يبعد ويهمل بدل ما يعترف هو اتغير أو إن مشاعره اتلخبطت. لا، للأسف بقى كتير قوي في علاقاتنا علاقات مريضة، بدل ما يتم المواجهة بين الطرفين لحل الموقف، لا، بنبتدي هنا نقلب الأدوار. دي المرحلة دي بيسموها التلاعب النفسي. هنا بقى أقولك زي إيه؟ لو ما نفذتيش اللي أنا طلبته منك هعملك بقى صمت عقابي لحد ما تفضلي كلميني وما ردش، تتصلي واشوف مكالمتك وكنسل لحد ما تنهاري خالص خالص، وتبتدي بقى تقدمي لي تنازلات منها الحاجة اللي أصلا احنا اتخانقنا عشانها. أو مثلا أفضل استفزك بشكل مش ملموس أو حاجة ما يتمسكش عليا غلطة فيها، كلمات كده من تحت لتحت لحد ما تتنرفزي وتتعصبي وتصوتي وتقولي للناس يا ناس شوفوا بيعمل معايا ايه. أو هقرب من 2 أو 3 من عيلتك واكسبهم في صف واشككهم فيك، ولو فكرت تشتكي هتحسي وقت الخصام إن في واحد تاني ولا كأنك تعرفيه ولا كأن في بينا عيش وملح. تلاقي بقى إيه؟ عدم إحساس بيكي مهما تعملي. المهم ممكن برضو يبقى إيه؟ كريم ودم خفيف وبهزر، ويبقى مع الناس اللي بره سكر عسل، وانتي عمالة تقولي عليه نكدي، عشان بقى إيه؟ أما وقت ما تقولي عليه نكدي يقولك إيه؟ ما ده بيهزر أهو، انتي اللي مش عارفة تتعاملي معاه، ده عسل ده سكر، والله انتي ظلماه. كمان مش بس كده، لا، هو كمان بيبقى باصص على كل حقوقه ومش مخطط أبدا يعمل حاجة من واجباته ناحية الشريك. بالعكس، لا، ده بيدرس احتياجاتك كويس قوي وبيعرف يساومك عليها علشان يضغط عليكي بيها ويخليكي دايما تمشي الدور اللي هو عايزه أو اللي هو رسمهولك. هو يدخل عليكي كده هو غلبان ويديكي كل المعطيات أو الحاجات اللي ممكن تحس بقى فيها استقرار والعطاء والتفاهم والحب الكبير، ويديكي اهتمام وتحسي خلاص إن أنا كده أخيرا هرتاح. أول بقى ما يضمنك وخلاص بقى بقيتي تمام، يبتدي بقى يبتزك إيه؟ عاطفيا. قبل بقى تلاقي الابتزاز العاطفي بيساومك على الاحتياجات مقابل ان انت تنفذيله اللي هو عايزه، تنفذيله اوامره. او تلاقي بقى اهانات، تلاقي طلبات مش منطقية وغير مقبولة، تلاقي قمص، تلاقي هجر، ممكن تلاقي خيانة. احيانا ساعة العلاقة مثلا ما تخرج عن خصوصيتها تلاقي فضايح، تلاقي حياتك على المشاع، تلاقيه دايما بيهدد طول الوقت بالانفصال، ودايما ان انت مش كفاية ومش مهمة، او انه يحقر دايما من الحاجات اللي انت بتعمليها، او يقولك كلام كذب كتير بيتقال، او انه يشوه في صورتك قدام الناس، او طول الوقت تلاقي افعاله رد فعله لتصرفاتك غريب. يعني بدل ما يعتذر او كده تلاقيه لا، قلب الترابيزة عليكي، دايما حاسة فيه توتر وضغط، حرمان وفراغ، محاولات دايما لقطع العلاقة بكل الناس اللي انت بتحبيهم، عايزة اتحكم فيكي بأي شكل. ده بيكون شكل العلاقة. كأنك جيتي تسكني في شقة مفروشة، دخلت الشقة ما لقيتيش غير كرسي مربع صغير والمفروض انك تنامي عليه، والشقة كلها على البلاط، ومطلوب منك انك تعيشي حياتك بشكل طبيعي جدا جدا في محيط الكرسي ده، وممنوع تتحركي في باقي الشقة ولا تضيفي ولا حاجة، ومفروض عليك طول الوقت ان انت كمان تكوني مبسوطة وما تشتكيش ولا تعترض. العلاقات اللي زي دي بتكون مبنية على الغش، لأنه من الأول خالص ما بيقولش الحقيقة، هو أصلا بيعاني من اضطراب سادي أو مزوخي أو معقد أو بخيل، أو مش عايز أطفال، أو عايز أم وأب بديل مش زوجة أو زوج، لا، هو متعلق بأهله أو مش صاحب قرار،
أو عنده وسواس أو شكاك أو قلق، أي اضطراب نفسي، هو هنا واثق بألعابه كويس جدا إنه هيعرف يفرض الاضطراب ده عليكي كويس جدا. الكلام ده للشريك أو الشريكة، يعني هو هيعرف كويس يفرض الاضطراب ده على الشريك أو الشريكة، وهيقبل وعارف كويس إن هو بيختار المواصفات بطريقة معينة. يعني بيختار الشريك إزاي، الشريك أو الشريكة بتاعته بمواصفات. إيه هي المواصفات دي؟ مواصفات الشريك دايما إن هو ما بيثقش في نفسه، ودايما إحساسه بالاستحقاق قليل، تعرض لصدمات كتير وهو صغير، أو يكون تعرض لطفولة قاسية، أو إن هو يكون خارج من تجربة صعبة، أو إنه بيعاني من الوحدة أو الفراغ، أو عنده احتياج وجوع جدا جدا للحب والاهتمام أو للعطف. يعني عنده عقدة المنقذ، إن هو مثلا عايز شايف الشخص اللي قدامه ده مثلا إن هو تعبان أو وحش، بس والله في أمل إن أنا ممكن أغيره وأقف جنبه وأحمل قدامه كل حاجة، وفي الآخر إن شاء الله هيديني حب وهيديني حنان وهيتغير وهيعوضني والكلام ده كله. ده هو بقى عارف كويس المواصفات دي ومجهز أسلحته عشان خاطر ما يطلعش خسران، بعض الحيل علشان خاطر يلعب معاكي بيها، أو اللي هي تلعب عليك بيها. الكلام ده سواء من الزوج أو من الزوجة. إيه هي بقى الحيل دي؟ يخلي الشريك تحت سيطرته، حيل ابتزاز وضغط. لو الشريك حاول يرفض التلاعب أو يمشي، أو إن هو خلاص بقى مش هيقدر، في حاجة اسمها أدوات تشويه السمعة أو التهديد. يهددك دايما بالأذية لو صممتي على البعد، بقى ما يشوف ضحية جديدة يجهزها علشان خاطر ما يضيعش وقت. طول الوقت عمال بقى يقصقص في الشريك، يعني طول الوقت عمال بقى بيخليكي تكرهي في نفسك ويخليكي دايما تحت سيطرته أطول فترة ممكنة، وبيحاول يستغلك بأقصى درجة ممكنة. لازم تنتبهي وتعرفي إن انتي معاكي شخصية سامة بتستنزفك وملهاش حل. واوعي تفتكري في يوم من الأيام إنها تتغير، بالعكس ده عنده اضطراب نفسي، وهو أصلا بيتغذى على الضحايا اللي من النوع ده، وهيخلص معاكي، ولو ما استمرتيش معاه هيدور على ضحية جديدة وهكذا. فده مش مشكلتك إن انت تغيريه، لازم تكون عندك زيادة وعي بشكل العلاقة اللي انت فيها. لازم تعرفي الأسباب اللي خلتنا ننجذب لعلاقات زي دي. لازم تفك التعلق بالشخص ده والخوف منه. افتكري ان انت هتضيعي لو العلاقة ديت مثلا انتهت، لا خالص. ولازم ساعتها تهتمي بحاجة واحدة بس، تهتمي بنفسك بدل ما تهتمي بتصرفاته، وبدل ما تقعدي تحللي تصرفاته. لا، خلي دايما في حدود، وما اوعي تستجيبي للألعاب بتاعته دي أو تستجيب لألعابها، لأن ممكن تكون واحدة وممكن تكون واحد، عشان خاطر يبقى الكلام واضح. ما نقولش مثلا ان انا بتكلم على الرجاله بس او الستات بس، لا، الكلام ده ممكن يكون على الزوج او يكون على الزوجه. فلازم نكون واعيين جدا جدا للعلاقه، ولازم تبقى فاهم كويس قوي العلاقه دي واخداك على حد فين. تمام. لحد هنا النهارده موضوعنا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.